صباح الخير. الدنيا قاعدة تديها الشتاء الويكند ده، فكل اللي انا هعمله ان انا هروح اشتري الحاجات بتاعة الاكل بتاعة الاسبوع، وبعد كده ارجع على البيت اطبخه واعمل الحاجات يعني العادية اللي انتوا عارفينها. وبعد كده باذن الله هنزل اصور الفيديو بتاع الجرافيتي. الجرافيتي دي حاجة مهمة قوي في موريال، يعني زي ثقافة. يعني الجرافيتي هو في الاول انا قريت عنه شويه عشان احضر لكم الفيديو، فلقيت ان هو الفن بتاع الرسم على الحيطه، او ان انت تكتب جمل على الحيطه. بالصدفه البحته هوريكم دلوقتي وانا ماشي ايه اللي انا شايفه قدامي. هو ده الجرافيتي اللي انا بكلمكم عنه، في شكله يعني قبيح، ان هو من غير ما يستأذن صاحب المكان ولا حاجة بيعمل شوية حروف او بيعمل شوية رسومات على الحيطة. بس الحقيقة ان في الستينات اتطور الفن بتاع الجرافيتي، واول ما اتطور في نيويورك في الستينات، وابتدى ان هو يبقى له فنانين موهوبين بيعملوا الرسومات بتاعته. وفي موريال هنا في فيستيفال في شهر يونيو كل سنة، ان هم بيمسكوا شارع معين ويفضلوا يرسموا فيه الرسومات بتاعتهم. الرسومات دي بتترسم بالبخاخة بألوان حلوة عادة. فهفرجكم النهاردة على شوية رسومات موجودة في المدينة وفي الشارع بتاع الفيستيفال، يعني بما اننا لسه مش في وقت المهرجان نفسه، فهنتفرج على الرسومات الموجودة من السنة اللي فاتت. هي رسومات جميلة قوي، وممكن تحول المكان من مجرد محل له واجهة بيضة او بأي لون لمحل فعلا ان هو تحب ان انت تدخل فيه وتكتشف. هنشوف مع بعض النهارده. ده تاني مثال على الجرافيتي. الجرافيتي في شكله يعني اللي هو الشيك. يعني الراجل ده بتاع تاكو، التاكو ده اكل مكسيكي، فحاطط صورة ل يعني الجرافيتي بتاعه واحد بالزي المكسيكي التراديشنال، يعني او التقليدي. ف يعني انا لو عديت على المحل ده من غير ما يبقى فيه عليه الصورة دي اكيد مش هنتبه ليه، ومش هيبقى نفسي ان انا اكل فيه. بس مجرد ان هو حط الجرافيتي بتاعه بشكله اللي هي بتعكس الشخصية بتاعت المحل. متهيألي المثالين اللي احنا شايفينهم للجرافيتي دول اللي احنا لسه شايفينهم، يعني لان هو في الحاجات اللي انا قريتها بيقولك ايه بقى، ان الجرافيتي ده هو بيمثل انعكاس لرسالة معينة الفنان عايز يوجهها، او غضب معين. زي الرسالة اللي عايز يوجهها الفنان، زي ما احنا كنا مثلا زمان بنكتب على الحيطان Your king is the queen. متهيألي كانت الجملة كده بالظبط، ان هو ان احنا نقصد ان احنا يعني في ايام الانجليز، في ايام الاحتلال الانجليزي، ان احنا نضايقهم بمفهومنا احنا ان الملكة بتاعتكم يعني واحدة ست، يعني في ثقافة أخرى ملهاش علاقة خالص يعني إنها تبقى ست أو راجل. بس ده كان نوع من أنواع الجرافيتي. ده جرافيتي بيوصل رسالة، يعني رسالة سواء اجتماعية، سواء رسالة ثقافية أو سياسية. ده برضو هنشوف هنا نوع من أنواع الجرافيتي. ده برضو زي ما انتم شايفين جرافيتي تاني، وده في وش مدرسة الباليه بالظبط. ده كان مطعم زمان، وشايفين الجرافيتي. انا متهيألي ان الجرافيتي ده هو يعني النوع ده هو التخريب، وشايفين التاني اللي وراه هو الفن. احنا لسه في نفس المكان، ادي التخريب وادي الفن. برضو هنا على باب الجراج ده انا بحب قوي الجرافيتي ده. برضو من احلى الجرافيتي اللي انا بحبه الجرافيتي ده الجرافيتي اللي كنت بكلمكم عليه من اقرب صورة يعني اقدر اخدها له. كل ما تمشي في مكان في الجرافيتي اللي بيعبر عن
مكان. انا الصراحه ما اعرفش هو بيعبر عن ايه، بس انا شايف ان هو شايل شجره، والمكان ده ورا كده فيه جنينه، فمتهيألي ان هو بيقول الجنينه من هنا. برضو ده من الامثله، ده محل سوشي، فشايف الجرافيتي الاصلي اللي هو معمول عليه الورد ومش عارف ايه، يديك الاحساس ان انت عايز تاكل في المكان ده. دول برضو جرافيتي من اكتر الجرافيتي اللي انا بحبهم. ده عادي يعني، ده باركينج، في ده لطيف. اكتر واحد انا بحبه هو ده، هو الحيطة كلها. في ده كمان، ده محل ايس كريم، فعامل الجرافيتي بتاعه ايس كريم بيعبر عن نفسه يعني، فدي فكرة حلوة قوي. في الجرافيتي اللي فوق ده اللي هو بتاع الراجل الصيني تقريبا، ارت ليبر، برضو ده محل المفروض ان هو بيبيع حاجات رخيصة، كل حاجة بدولار يعني. والمبنى تقريبا مهجور، انا عمري ما شفت فيه حاجة. وفي اللي احنا شايفينه ده اللي هو الديك اللي بيطلع من بقه نار، نفس الحكاية. هنا كان الجرافيتي كان في الاصل هو الديك اللي هو رمز البرتغال، وفي حد جه شطب عليه وبوظه كده. هو الراجل فنان فعلا يعني. وفي القطة التانية برضو. احنا لسه مكملين في الحي البرتغالي، اتنين جرافيتي مختلفين. ده برضو جرافيتي شكله حلو، وحاطينه على واجهة المحل نفسه. في ده برضو جرافيتي مختلف. واحد برضو من اكتر المحلات اللي انا بحبها، اسمها شي جوزي عشان الفطار، وبرضو هو برتغالي. عامل الواجهة بتاعته على شكل القطط والكلاب والحاجات دي. والناحية التانية على طول من وش المطعم ده في الجرافيتي التاني ده. المكان هنا محل بيبيع هدوم، فعلى الناحية التانية في الجرافيتي ده اللي هو فيه اتنين ستات لابسين هدوم وبيعملوا خارجين من شباك او حاجة، وهو المحل كده. فتحس ان الجرافيتي هو جزء من المحل، والمحل نفسه فيه تناسق مع لون السلالم اللي جنبه. تحس ان كل حاجة فيها هارموني، مفيش حاجة مضايقاك في عينك يعني. الدنيا عمالة بقى تشتي، هسيبكم لحد كده النهارده. بس واللي حابب يتعرف على بقيه الفيديوهات اللي انا بعملها سواء في الفيسبوك او على اليوتيوب ينزل يتفرج عليها، واعملوا لي لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ولو حابين تعرفوا حاجات اكتر او تقترحوا حاجات اكتر ابعتوا لي عشان اوريكم حاجات اكتر عن المدينه اللي انا موجود فيها.